يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض آخر مبارياته في كأس العالم للأندية لتحديد المركز الثالث والرابع في البطولة بمواجهة فريق أوراوا الياباني، وذلك بعد تغلب فريق فلومينسي البرازيلي على النادي الأهلي بهدفين دون رد، وهزيمة فريق أوراوا الياباني من مانشستر سيتي الإنجليزي ب3 أهداف دون مقابل في نصف النهائي. وسيلتقي النادي الأهلي في المباراة القادمة مع فريق أوراوا الياباني لتحديد الفريق صاحب الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية يوم الجمعة المقبل 22 ديسمبر في 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية وقطر، على ملعب الجوهرة المشعة، وستذاع المباراة عبر قناة SSC السعودية. وسيتجه النادي الأهلي لدولة الإمارات بعد خوضه المباراة القادمة في كأس العالم للأندية لخوض مباريات بطولة السوبر المصري، والتي سيشارك فيها 4 أندية وهم النادي الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا، حيث سيلتقي النادي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري يوم الاثنين 25 ديسمبر، وفي نفس اليوم يلتقي بيراميدز مع فيوتشر في المباراة الأخرى في نصف النهائي. وستقام المباراة النهائية للسوبر المصري يوم الخميس 28 ديسمبر، ويسبقها في الموعد مباراة تحديد المركز الثالث بين الفريقين الخاسرين في نصف النهائي. ويسعى النادي الأهلي للفوز في المباراة القادمة لتحقيق المركز الثالث للمرة الرابعة في تاريخه، حيث كانت آخر ميدالية برونزية حققها الأهلي في كأس العالم للأندية العام قبل الماضي على حساب فريق بالميراس البرازيلي تحت قيادة بيتسو موسيماني.